هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه احنا في ايام جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الايام علينا بالخير واليمن والبركات. ويا رب يا رب دايما كلنا متهنين ومبسوطين، ويتعاد علينا الايام بالخير، ويا رب يا رب لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. انا النهارده هعمل سندوتشات برجر. انا البرجر بتاعي مش بتاع الشركات، انا البرجر بتاعي بيكون هوم ميد، يعني معمول في البيت، وده مامتي بتعملهولي. بس انا هبقى اوريكم ان شاء الله طريقته، ان انتي ازاي تعملي برجر اصلا. انا النهارده هاجي اوريكي ازاي تعملي ساندوتش البرجر، تكونيه بمكونات بجد حلوة جدا، وخلطة سرية سحرية دي بتاعتي انا يعني. انا اولا بطلع البرجر عادي، بيطلع من الفريزر، بيكون مجمد، مفيش اي مشكله. ببدا ان انا احطه في ووك، في طاسه، في اي حاجه اسويه فيها، تكون نون ستيك مش بتلزق. فهبدا ان انا مثلا اجيب الطاسه بتاعتي، وبعدين احط فيها شويه سمنه. السمنه بتنقل البرجر وبتخليه جوسي وبتخليه في مكان تاني بجد. فاول حاجه انا بجيب البرجر بتاعي واحطه في معلقتين سمنه على النار، وابدا ان انا اقلب فيه. وطبعا البرجر بتاعي مش بيكون فيه دهون كتيره لانه هوم ميد، فبيكون صحي جدا ومش بيكش معاكي. و يعني مش تعملي القطعه تلاقيها بقت فرفوته، لا لا. بصراحه طريقته اللهم بارك تحفه جدا، وريحته وانتي بتعمليه اصلا خطير. فبجد بتاع الشركات ده ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا فايده اصلا يعني. فافضل حاجه ان انتي تعملي البرجر بتاعك في البيت، او لو مثلا بتعرفي حد بتاع اكل مثلا بيتي او حاجه بيعمله بطريقه كويسه، انصحك ان انتي تجربيه منهم جدا يعني. انا هنا مش بستخدم ابدا الجبنه بتاعه البرجر اللي هي الشيدر، ما بحبهاش، بحسها زي البلاستيك. فبيبقى عندي جبنه موتزاريلا طبيعي، بحب قوي قوي ان انا احط منها على البرجر. بجد بتخليه حلو جدا، بتديله تيست حلو قوي، لان النوع الجبنه اللي انا بستخدمه طبيعي 100% النوع ده. وكمان حتى باين من اللون، وكمان بيبقى ليه سبحان الله طعم وريحة اللبن الطبيعي يعني. فبجيب البرجر بعد ما يستوي على الجنبين، ومش بياخد وقت يا جماعة علشان ما يطلعش معاكوا دراي، لازم يبقى جوسي، لازم يبقى جوسي. آه فتحسوا ان القطمة كده فيها عصارة، مش ناشفة واللحمة قاسية في بوقك كأنك بتاكلي بلاستيك، فاهمين؟ فما تخليش البرجر ياخد وقت طويل على النار. البرجر ما بياخدش وقت طويل على النار، ما تسيبوش ابدا يتلسع من الاطراف. مجرد لون اللحمه ده كده يروح خلاص، هو استوى، هو ما بياخدش وقت فعلا. اللحمه مفرومه يا جماعه. بحط بقى على الوش. انا بوريكم هنا ان انا اول ما طلعت البرجر هو من الفريزر على طول على طاسه سخنه مثلا فيها معلقتين سمنه، وبنبدا نقلب. وطبعا لازم تكون نون ستيك علشان ما تبهدلناش البرجرايه يعني. خلاص. وطول ما انا واقفه ببدا ان انا اقلب فيها علشان ما تتحرقش او تتلسع من ناحيه مثلا او حاجه. انا هنا بقى الخلطه بتاعتي اللي انا بحطها على سندوتشات البرجر. اول حاجه بجيب طماطمتين وفلفلايه رومي، عندك الوان اوكي. بحط كمان بصل بقطعه جوليان او جوانح، تمام، رفيع رفيع، كله رفيع يعني ما تكبريش، تمام كده رفيع كله. بقطعه التقطيعه دي، وبعد كده بعد ما بشيل البرجر خالص من الزيت والسمنه اللي احنا حطيناها، وبخلص يعني تسويه البرجر كامل في نفس الصوص اللي نازل، او نفس الطاسه اهي اللي انا عامله فيها، بنزل بالخلطه الجميله اللي انا عملتها دي، اللي هي البصله مع الطماطمتين مثلا وفلفل اخضر رومي. او عندك مثلا عايزه تخليه سبايسي ممكن تحطي فلفل حامي، او ممكن تحطي فلفل الوان، بتبقى جميله برضو. هفضل هنا بقى اشوح 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 في الخلطة التحفة بتاعتي دي. وما ننساش يا جماعة ان احنا لازم الحاجة بتتنكه، يعني بنديها نكهة، يعني بنحط لها بعض التوابل او البهارات البسيطة، بحيث ان ده خضار، والبرجر اصلا مش بيكون اللي هو مالح او توابل اوفر، لا بيكون بسيط. فبالتالي ما ينفعش ابدا ان احنا نحط حاجة تكون كده يعني فاهمين ملهاش طعم. فالخضار لازم يتطعم. انا هنا حطيت 7 بهارات، حطيت كمان توابل لحمة،
وفلفل اسود، يعني مثلا ايه ربع معلقه من كل حاجه. تمام. وطبعا رشه ملح في الاخر ما ننساهاش، علشان كل ده بنعمل ايه، بندي تيست بس للخضار اللي احنا حاطينه. طبعا تشويح مع السمنه بقى والبهاريز اللي نازل من البرجر. تمام. وبعدين هحط معلقه كبيره حلوه كده من الباربيكيو صوص. ممكن تحطي كمان معلقه كاتشب، مفيش مشكله برضو بتطعمه. معلقه مستردة برضو بتبقى كويسه جدا. ولكن هو ده اللي انا استكفيت بيه. انا يعني انا مش عايزه اسويه او مش عايزه اخليه يتسبك، انا بس مجرد ان هو يبقى كده بس. انا هنا البرجر بتاعي خلاص خلص. شوفوا القطعه معايا طريه، القطعه مش ناشفه، القطعه طريه في ايدي. خلاص انا ده كميه البرجر اللي انا هعملها. طبعا البرجرايه ساندوتش. ببدأ ان انا اجيب العيش العادي، مو عايزة تجيبي بقى العيش بتاع الشركات تمام، بيبقى برضو تحفة جدا. او العيش بتاع الفرن مفيش منه مشكلة يعني، كايزر طبعا. بنبدأ ان احنا نفتح الكايزر بالمقص، وبنجيب بقى مثلا صوصات. انا اقول لك الترتيب اللي انا بعمله دايما وبيطلع فعلا بيرفكت مع الحاجة. بحط تحت في الاول في الساندوتش من تحت كاتشب، يعني بمقام معلقة مثلا صغيرة كده كاتشب مثلا. تمام. في كله اي نوع بقى كاتشب انت بتحبيه وطعمه يكون كويس، بنحط معلقة كده في كل واحد. تمام. وبعد كده ببدأ اجيب حاجة بسيطة، يعني عشان هو اصلا الخلطة اللي احنا عاملينها بتحسوها متبلة يعني، وطعمها حلو قوي يعني، ليها طعم، مش بكتر صوصات عشان طعم البرجر نفسه برضو ما يضيعش. بنحط معلقة من الخلطة، وبعد كده نحط البرجر بتاعنا بالجبنة اللي احنا حاطينها. وده انا بحبه قوي 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 في سندوتشات البرجر، بجد ما بستغناش عنه. وده جود فرانس تكساس برجر، اسمه كده تكساس صوص تكساس. ده الصراحة بيبقى تحفة جدا جدا في السندوتشات، وبيخلي الطعم حلو قوي، كأنه في دخنة كده، فاهمين، سموكت شوية. شوفوا الكمية مش كتير، مش بحط صوصات كتيرة، لان الخضرة لوحدها اللي انا حطاها دي بجد بجد بتبقى كافية لوحدها. ولكن انا يعني برجر برضو لازم صوصات وبتاع، فبحب ان انا احط صوصات بس مش كتير، علشان ما بحبش ان هي تضيع طعم البرجر معانا. بجد والله العظيم انا لما جربت ازود صوصات قبل كده وحطيت كمية صوصات كتير، مايونيز بقى وبتاع، لا حسيت ان هو فعلا ناقص حاجة. انا هنا كده خلاص خلصنا كمية البرجر بتاعنا، وعملنا الساندوتشات. يعني الفرد ممكن يكفيه ساندوتشين ويبقى تحفة جدا. عندك خس كابوتشا ممكن تقطعي برضو وتحطي، بيبقى تحفة جدا، بس انا وقتها ما كانش عندي. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى الطريقة دي تكون عجبتكم، واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش في اللايكات والكومنتات الجميلة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلامة.